مجددا يحضر الى جانب مدرب المنتخب المغربي السيد وليد الركراكي. كوتش جو بونس كو سي ان ريزولتا. سيد المدرب، اعتقد بانها نتيجه محبطه ومخيبه للامال بالنسبه لكم. كان سيكون ربما هذا اول اختبار حقيقي وكان كذلك وصعبا جدا. انا لا ارى الامر هكذا بالمره. نحن سيطرنا وصنعنا وضعيات عديده وسانحه، افتتحنا النتيجه وكان ذلك منطقيا. في الشوط الثاني سيطرنا كذلك وكان هناك فرصه لتسجيل الهدف الثاني. ارتكبنا خطا بسيط في وسط الميدان كلفنا ضربه جزاء وضغطنا وحاولنا حتى النهايه، ولكن مالي ايضا حارب على حظوظه بضغط كبير باسلحتهم. انتظروا الهجمات المرتده، كان لديهم فرصه لم تؤدي الى شيء في النهايه. كنا نستحق الفوز بكل صراحه في هذه المباراه، ولكن كما اقول دائما مع مباريات من مستوى عال جدا كما هو الحال اليوم، الفرص القليله يجب ان نستغلها وهذا ما لم نفعله. اتمنى وافضل ان تاتي هذه المباراه الان لان هذا يطمئننا بالنسبه لصلابتنا عندما نسيطر ويبرز شخصيتنا كذلك، ونحن نحسن المستوى شيئا فشيء. هذه المباراه ستساعدنا كي نتحسن ونتطور، والاهم هو فوز المباراه القادمه كي ننهي في المركز الاول. هناك مباريات في المجموعه ومباريات اقصاء مباشر. انا ايجابي اكثر منكم بصراحه. مدرب المالي قال بان الامر كان افضل بالنسبه لهم وان مالي فاز بصراع وسط الميدان. حسنا، يبدو بانهم راضون بالتعادل، لذا سنقول بالنسبه لهم نعم قد يكونوا قد فازوا في هذا الصراع اذا ما كان التعادل يرضيهم، ولكن انا اعتقد بان مستوانا يعتبر جيد وانا سعيد جدا باللاعبين اليوم. الشخصيه كانت موجوده، سيطرنا، كان هناك العديد من المحاولات جعلناهم يركضون كثيرا خلف الكره، وفي النهايه نعم بالنسبه لهم هم سعيدون بالتعادل واتوا من اجل التعادل ويريدون الترشح مثلنا، ونحن في النهايه عندما لا تفوز يجب ان تتعلم كيف تقبل التعادل. ولكن كان هناك بعض الهجمات المرتده من قبلهم وكان يمكن ان نقبل هدف. من حسن حظنا هذا لم يحدث، لذا تعادل محبط بالنسبه لنا وايجابي لمالي وهذا عادي. شكرا وحظا سعيدا.